بعد 150 يوم من الاستعمال اقدر اقول بثقة ايفون 16 برو ماكس هو اكتر موبايل ممل ابل عملته. لما تم الاعلان عن الموبايل ده كانت ناس كتيرة متحمسة جدا ليه، زرار كاميرا جديد، شاشة اكبر، مميزات كتيرة جدا في الاي اي، فطبيعي ناس تتحمس وانا شخصيا كنت واحد منهم. بس بعد 5 شهور من التجربة الحقيقية ففعلا الحاجات دي كلها كانت دعاية شاطرة كالمعتاد من ابل، انما من الناحية العملية ده فعلا موبايل ممل جدا، ما قدمش اي حاجة حقيقية قوي. يعني لو انا حطيته لك اصلا جنب الايفون 15 برو ماكس بتاع السنه اللي فاتت غالبا مش هتعرفهم من بعض، ومش من ناحيه الشكل بس، على فكره من ناحيه التجربه الفعليه الفروقات ما بينهم قليله جدا، وديت حاجه وحشه قوي. وهقول لك ليه. ابل السنه اللي فاتت عملت موضوع كبير قوي وعملت ضجه على الحواف والجوانب التيتانيوم بتاعه الموبايل، فمفيش حاجه جديده هنا، نفس جوانب التيتانيوم. انا طلبت اللون الجديد الديزرت تيتانيوم وكان مخيب للامال جدا بالنسبه لي. في الدعايه والصور اللي نزلت في الاول كان باين ان هو اغمق كتير من كده، خصوصا الظهر لما جربته كان فاتح قوي، على عكس الجوانب اللي هي لونها غامق شويه. ولكن الجزء الازاز في الموبايل هو فعليا شبه اللون الذهبي، في بعض ظروف الاضاءه كمان بيدي رمادي اصلا، فانا فعلا ما اتبسطتش بيه لان انا كنت متوقعه يبقى لون غني ومتشبع اكتر من كده بكتير. كده كده كلنا بنحط كفرات بتغطي الموبايلات، فتمام يعني دي مشكله مش هتبقى كبيره بالنسبه لناس كتيره. انا شخصيا جبت كفر جلد يديني اللون اللي انا عايزه وبيغطي ظهر الموبايل بس، لان هو بيلزق بالماج سيف. طبعا ده بيخلي الجوانب عرضه اكتر ان هي تتخبط، ولكن دي حاجه ما كانتش مقلقاني قوي لان التيتانيوم فعلا بيستحمل، مش زي الستانلس ستيل هيبان عليه الصدمات او التنيات بتاعه الخبطات. اكبر تغيير في الشكل السنه ديت هو حجم الشاشه الجديد ال 6.9 انش، والحواف الارفع اللي فعلا بقت محسساني ان انا ماسك مجرد الشاشه في ايديا، رغم ان الحجم اكبر ولكن الماسكه في الايد مش مختلفه قوي، فديت حاجه كويسه لان الموبايل اتقل واكبر في الحجم، ديت بتخوف ناس كتيره. بس مقارنه بال 15 برو ماكس هم تقريبا نفس الماسكه، ما حسيتش بمشكله خالص وانا ماسك ال 16 برو ماكس. المشكله بس بتاعت الشاشه والحواف الرفيعه ديت ان هي كابوس وقت ما بتيجي تدور على سكرينه للموبايل. اولا اغلب السكرين بروتكتورز اللي موجوده في السوق بتبقى الحواف بتاعتها اتخن من الحواف بتاعه الموبايل، بالتالي بتغطي جزء كبير من الشاشه، وديت مشكله لان الاي او اس دلوقتي بقى فيه انيميشن وحاجات كتيره جدا بيعملها على حواف الشاشه، زي مثلا لما بتيجي تضغط على زرار الصوت كده في الايفون بتاعك او في زرار الكاميرا الجديد، هنا كل التحكمات اللي فيه بتبقى باينه على الطرف قوي. فلو انت جبت سكرين بروتكتور الحواف بتاعتها تخينه شويه هتغطي جزء ملحوظ من الانيميشن ده، ولو جبت حاجه اغلى او اقيم شويه بتبقى الحواف بتاعتها رفيعه جدا بس السكرينه بتبقى اقرب للاطراف، فده بيخليها عرضه اكتر ان هي تتخبط وتتكسر. انا غيرت سكرينات كتيره جدا لل 16 برو ماكس بسبب المشكله ديت، وبصراحه انا مش اكتر شخص بحافظ قوي على الناحيه دي، بس ما كانتش المشكله ديت بتواجهني خالص على فكره في الايفون السنه اللي فاتت. غير موضوع الحواف والحجم بتاعها، هي كجوده مش فارقه. الوان ممتازه طبعا، ال تي بي او اوليد فبتوصل ل 120 هرتز وبتنزل لحد 1 هرتز، بتدعم اتش دي ار ودولبي فيجن ومستوى سطوع محترم والوان كويسه، بس هي نفس الشاشه بتاعت السنه اللي فاتت، يعني مفيش اختلافات ملحوظه من ناحيه المواصفات بتاعتها والتجربه بتاعتها. المفروض ان في سيراميك شيلد يمنع الموبايل دوت ان هو يتكسر لو وقع منك، ولكن طبعا انا مش هخاطر واوقع الموبايل علشان اختبر الموضوع ده، هو كده كده ازاز فالظهر بتاعه عادي جدا ممكن يتكسر. طيب ايه الميزه بقى اللي بيتكلموا عليها دايما؟ هي الكاميرات بتاعت الموبايل. المفروض دي النقطه اللي بتخلي الايفون جامد وبتفصله عن اي منافس تاني، ده كلام اغلب الناس، بس بصراحه انا مضايقني جدا قله التطورات اللي حاصله. وفعلا المنافسين الصينيين تحديدا كمان بقوا يحطوا سنسورات اكبر بكتير جدا من ابل، وديت مجرد فيزياء بسيطه يا جماعه. سنسور اكبر هيخلي الاضاءه اللي بتخش للكاميرا احسن وتساعدك على ان انت تاخد صور وعزل محترم اكتر. فابل مهما كانت شاطره في السوفت وير على فكره هي محتاجه تغير في الهاردوير. بدل ما يعملوا كده بقى هم اتكلموا على زرار الكاميرا الجديد، وده اسوأ حاجه اخترعتها البشريه في الموبايلات. روش جدا كفكره ان هو يحسسك ان انت ماسك كاميرا مش موبايل، ولكن كاستعمال وتجربه فعليه هو ليه عيوب كتيره قوي. اولها ان صباعك بيجي عليه كتير جدا وانت بتلقط اي صوره وبالغلط، فانت هيضايقك جدا في التصوير وممكن يلخبط لك الاعدادات اللي انت مظبطها. يعني لو انت فاتح على واحد اكس مثلا هتلاقي ان هو عمل لك زوم مره واحده علشان انت دوست عليه بالغلط ومن غير ما تقصد اصلا، الموضوع بيحصل بسهوله قوي للاسف. والفكره ان ده علشان مكانه وحش، لو انت المفروض هتصور بالموبايل دوت بالطول يبقى الزرار دوت كان المفروض يطلع فوق اكتر شويه علشان صباعك يبقى موجود عليه بشكل مرتاح، انما دلوقتي انا بضطر انزل صباعي بشكل غريب شويه. ولما تيجي بقى تصور بالعرض علشان تعمل فيديو احترافي اكتر شويه هتلاقي ان الزرار كان المفروض ينزل اكتر. فهي ابل ما حبتش تضحي هنا وما حبتش تضحي هنا، فحطت الزرار في النص ما بين المكانين الصح، بالتالي بقى وحش هنا ووحش هنا. فكان الاستعمال الوحيد اللي ليه عندي ان انا بفتح بيه الكاميرا
وشكرًا على كده. لإن فعلًا وقت ما أنت بتيجي تصوّر أنت مش محتاجه في حاجة، يعني هتستعمله علشان تعمل zoom، ما أنت عندك الزراير بتاعة الzoom موجودة كلّها على الشاشة في الsoftware نفسه، مش محتاج تدوس على الزرار ده. هتستعمله علشان تضبّط الإضاءة والألوان بتاعة الصورة، أنا شايف إن ديّة حاجة تتعمل بعد ما تلقط الصورة، خصوصًا بالphotographic styles الجديدة اللي موجودة في الموبايل دوّة وهاتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. زرار الكاميرا الجديد دوّة Apple فضلت تعمل له دعاية بشكل كبير أوي، ولمّا الناس جرّبته كلّهم كرهوه حرفيًا، ما أعرفش ولا حد معاه الموبايل ده واستعمل الزرار ده تمامًا. التغيير الحقيقي اللي موجود السنة دي من ناحية الhardware هو الكاميرا الultra wide، بقت 48 ميجا بكسل، وديّة حاجة كويسة علشان فعلًا كان الواحد بيحب يستعملها، وكان بيقلّق شوية إن هي مش هتدّي له الجودة الكاملة بتاعة الكاميرا الأساسية، وهي طبعًا تظل برضه مش بنفس القوة خصوصًا في الإضاءة الضعيفة، ولكنها بقت أحسن. اللي اهتموا بيه بصراحة هو التغييرات في الsoftware بتاع الكاميرا. الphotographic styles الجديدة روشة جدًا يا جماعة، وبتدّي بجد كل صورة شكل وmood مختلف خالص. هي مش مجرد فلتر عادي على فكرة، يعني أنا باشوفها إن هي بتغيّر طريقة تصوير الموبايل أصلًا. أنت عارف إن سامسونج مثلًا بتحب الألوان متشبعة في الصور بتاعتها، الأيفون الألوان بتاعته بتبقى دافية حبتين زيادة، فكل شركة كده معروفة بطريقة معالجة للصورة وبتشوف العالم اللي حواليها إزاي. الphotographic styles الجديدة بتخلّيك أنت تختار الموبايل هيتعامل إزاي مع الألوان ويشوف الدنيا حواليه إزاي علشان يضبط لك الlook اللي أنت بتحبه. تحفة، حرفيًا أكتر ميزة أنا كنت باستعملها موجودة في الموبايل وفعلًا ليها مميزات كتيرة جدًا. فكرة إن أنت تقدر تعدلها من بعد ما تلقط الصورة، مش شرط تقعد تعملها قبل كل صورة. المربع الجديد اللي موجود تحت دوّة هو طريقة سهلة جدًا إن أنت تضبط الإعدادات والشكل بتاع الصورة بسرعة أوي، علشان تقرر أنهي أكتر شكل عاجبك. فبصراحة هي معمولة تحفة، ما فيهاش أي غلطة، وخلّتني حرفيًا ما باستعملش Lightroom اللي هو البرنامج الاحترافي بتاع أدوبي اللي كل المصورين معتمدين عليه، وأنا شخصيًا كنت باستعمله على طول سواء على الموبايل أو على اللابتوب. دلوقتي نادرًا لمّا باستخدمه لإن بالنسبة لي الphotographic styles هي لوحدها كافية جدًا. ميزة تانية كمان في الsoftware هي عزل الصوت اللي موجود هنا، جايب 4 أوضاع مختلفة وتقدر تتحكم في مستوى عزل الصوت اللي بيحصل، فبالتالي تقدر تعتمد عليه لو أنت بتصور حاجات وبتنزّلها على السوشيال ميديا بدل ما تقعد تستعمل برامج مونتاج علشان تعدل على الصوت. وعلشان تشوف الموضوع بشكل عملي فديّة تجربة عزل الصوت في الآيفون 16 برو ماكس. بعيدًا عن الإضاءة الضعيفة جدًا في التصوير، لإن الفيديو دوّة الهدف منه تجربة الصوت مش الكاميرا، وأنا باصوّر هنا دلوقتي بالكاميرا السيلفي وفي البلكونة علشان ديّة أغلب الظروف اللي الناس هتبقى بتصوّر فيها، بتصوّر حاجة لأصحابك، بتنزّل حاجة على السوشيال ميديا، بتتكلم مع الناس في حاجة عمومًا، فحاسس إن الموضوع دوّة هيكون وضع مثالي علشان أشارك فيه تجربة أوضاع الصوت المختلفة. هيظهر لكم على الشاشة دلوقتي ده أنهي وضع اللي أنتم سامعينه، في عندنا 4 أوضاع اللي هو العادي والin frame والcinematic والstudio، وكل واحد فيهم ممكن تضيف حِدّة معيّنة ليه، يعني الstudio مثلًا ممكن تضيف إن الeffect دوّة يبقى جامد أوي علشان يفلتر الصوت جامد أوي. بس، فأنا هاسمّعكم دلوقتي ال4 أوضاع وأنتم احكموا في الكومنتات هل أنتم حاسين بالفرق أوي ما بين التصوير العادي أو الوضع العادي للصوت وال3 أوضاع التانية والّا لأ؟ المشكلة الوحيدة بس إن أنت لازم تكون مصوّر الفيديو أصلًا بال16 Pro Max، لو أنت مصوّرها بال15 مش هتشتغل عليه، أو حتى لو مصوّر بكاميرا احترافية زي ديّة وجرّبت تنقل الفيديو ده للموبايل برضه مش هيشتغل عليه، هو أنت لازم تكون مصوّر الفيديو أصلًا من الموبايل، فده بيخلّيها مناسبة أكتر في تصوير الحاجات بتاعة السوشيال ميديا، إنما ما تنفعش للشغل الاحترافي للأسف. في برضه تصوير 4K 120 فريم وديّة حاجة من الحاجات الجديدة اللي موجودة في الموبايل السنة دي، ما كانتش موجودة قبل كده، بس بصراحة أنا ما باستعملهاش خالص. عايزين الحق أنا لحد دلوقتي أصلًا باصوّر 1080p بالآيفون وباطلّع بيه محتوى ممتاز. أنا بصراحة مش حامل أحجام التخزين الكبيرة بتاعة ال4K 120 وأفضل موصّل SSD بالموبايل علشان أعرف أستعمل الApple Log وأطلع بأعلى جودة للفيديو. أنا أصلًا مُغرم بسهولة التصوير بالآيفون، فبابقى مش عايز أحُط خطوات زيادة تعقّد الموضوع، بابقى عايز أطلّعه من جيبي وألقط الحاجة اللي قدّامي على طول، وهو فعلًا بيطلّع فيديوهات تحفة بالطريقة ديّة، فسواء أنت عامل زيي وبتحب تستعمله بسهولة أو عايز تستعمله بشكل احترافي في شغلك مكان كاميرا احترافية، هتقدر تعمل ده وهتقدر تعمل ده. الآيفون لا يُعلى عليه لحد دلوقتي في تصوير الفيديوهات. فاضل لهم بس مشكلة واحدة في الآيفون هي الlens flare، الانعكاسات اللي بتيجي على الكاميرا. أي حد جرّب آيفون عارف المشكلة ديّة، لمّا بتيجي تصوّر أي صورة وبيبقى في إضاءة فيها، في لمبة مثلًا، في إعلان في الشارع أو حاجة زي كده، للأسف هتلاقي انعكاساتها باينة باللون الأخضر على العدسة وبيبقى شكلها بايخ أوي
أوي، وللأسف الآيفون أكتر موبايل مشهور بيها. الموضوع ما اتغيّرش خالص، لسه عندنا نفس المشكلة ديّة موجودة في الآيفون 16 Pro Max ولحد دلوقتي ما حلّوهاش. حرفيًا في ناس بتفتكرها عيب صيانة في موبايلاتها، إنما هي عيب في كل الآيفونات للأسف. فبجد أتمنى Apple تشوف حل ليها. خلّينا نتكلم بقى على الذكاء الاصطناعي الAI، الترند بتاع 2025 والترند اللي Apple فضلت تلعب عليه في الدعاية بتاعة الموبايل، وكانت دعاية سيئة جدًا لإن التجربة العملية مُحبطة جدًا. الذكاء الاصطناعي هنا مش ذكي أوي لدرجة الS25 Ultra مثلًا بتاع سامسونج. هو فيه مميزات لذيذة، زي مثلًا إنه بيلخّص لك الإشعارات اللي جاية لك، فلو حد بعت لك رسالة طويلة على واتساب، هو هيقول لك الملخص بتاعها بدل ما كان هيقول لك أول كلمتين 3 فيها. فهي ميزة حلوة ليها استعمالات كتيرة، خصوصًا لو أنت مش عايز تفتح الرسالة وتشوفها كلها بتقول إيه دلوقتي. مش دايمًا دقيقة أوي، ساعات هتلاقيه بيقول لك المواضيع اللي في الرسالة مش صح، بس هتقدر تاخد فكرة عامة عن المحتوى بتاع الnotification ديّة. ميزة زي الrewrite إن أنت تعيد صياغة الكلام اللي أنت كاتبه، فلما تيجي تكتب كلام للمدير بتاعك وتقوم محوّله لشكل professional أكتر، هي ميزة لذيذة جدًا، بس بصراحة أنا كنت باستعمل ChatGPT لإنه بيعيد صياغة الكلام بشكل أحسن، لإنه فعلًا ذكي أكتر، بتقدر تتكلم معاه كمان وتقوم قايل له لأ عدّل لي الحتة الفلانية، فأنا ما حسيتش إن الrewrite بتاعة الآيفون ليها استعمالات كتيرة أوي. هي ميزة حلوة جدًا، بس هي بدائية أوي وأنت عندك حاجات متطورة، فخلاص مش محتاج تستعملها أصلًا. نفس الحكاية في الcleanup، فكرة إن أنت تمسح حاجات من وتشيل أشخاص منها. Apple عاملاها بشكل سيء جدًا، تحس إن أنت بعتّها لواحد لسه بيتعلم فوتوشوب وبتقول له شيل لي الشخص ده من الصورة، فبيبان بقى إن أنت شايل شخص هنا، بيبان إن أنت شايل حاجة، بيبان حتة كده منغبشة في الصورة أو تقدر تقول عليها ممليطة حتى، شكلها بيبقى باين جدًا وبيبقى سيء. على عكس الذكاء الاصطناعي الحقيقي والgenerative AI اللي موجود دلوقتي في الفوتوشوب، بيبقى شبه مستحيل إن أنت تفرّق إن في حاجة اتشالت من هنا والّا لأ. سيبك من الفوتوشوب، هو كده برنامج مدفوع، إنما في منافسين كتير جدًا في الأندرويد أشهرهم سامسونج دلوقتي بتعمل الموضوع دوّة ببلاش وبتعمله أحسن بكتير جدًا. فApple عندها مشكلة إن الذكاء الاصطناعي بتاعها مش ذكي أوي. في ميزة زي الGenMoji، تقدر إن أنت تعمل إيموجي جديد بالمواصفات اللي أنت عايزها، ولكن أنت مش هتستعمله كإيموجي، هتستعمله كsticker. هي بصراحة كانت روشة، يعني أنا قعدت ألعب بيها يوم يومين كده في الأول، ولكن ما لقيتلهاش استعمال عملي خالص، لإن لمّا بتيجي تتكلم مع صحابك هتبعت الاستيكرات بتاعتك، في look معين للاستيكرات اللي هو بيبقى جاي من الmemes، ده اللي إحنا بنتعامل بيه خصوصًا في الوطن العربي. ما حسيتش برضه فكرة إن أنت تاخد صورة لنفسك وتقعد تحط طاقية وتقعد تحوّل نفسك لرائد فضاء. أنا مش حاسس أصلًا إن الشخصية اللي Apple عملتها ديّة شبهي أوي، بس حتى لو شبهي فهي ما لهاش استعمالات كتيرة، هتقعد تلعب بيها يومين وتزهق منها، مش هتنزّلها على السوشيال ميديا ولا هتستعملها في أي حاجة مفيدة. فمن الآخر الذكاء الاصطناعي عند Apple مش وِحِش، يعني ما عنديش مشكلة معاه، بس هو مش بيغيّر طريقة استعمالي للموبايل، مش متطوّر لدرجة إنه يحسسني إن أنا مش قادر أعيش من غيره، كلّها إضافات كده على جنب، لذيذ إن هي موجودة بس أنا مش مهتم بيها أوي. بطارية الموبايل حلوة، هتكمّل معاك اليوم مستريح جدًا، وهتقدر تشحنها أسرع من السنة اللي فاتت لو أنت بتستعمل الماكسيف 25 واط، ودي حاجة مهمة بالنسبة لي، لإن أنا باحب إن أنا أحط الموبايل جنبي على المكتب كده ويشحن على طول wireless من غير ما أحتاج أوصّله. تجربتها عمومًا كويسة، أحسن شوية من السنة اللي فاتت، بس السنة اللي فاتت برضه كانت كويسة، فما عنديش مشكلة لا مع الجيل اللي فات ولا مع الجيل الحالي. اللي عجبني أوي الbattery health، رغم إن أنا باستخدم الموبايل دوّة بقى لي 5 شهور، ولكن لسه الصحة بتاعة البطارية 100%. دي حاجة ناس كتيرة جدًا بتقلّق منها، والآيفون 14 مثلًا كلّنا كنا قابلتنا مشكلة معاه إن الbattery health بتنزل بسرعة رهيبة أوي. ال16 Pro Max هو العكس تمامًا، البطارية بتاعته صحتها بتفضل عالية لمدة طويلة، وده طبعًا هيفيدك جدًا لمّا تيجي تبيع الموبايل قدّام، فأنا بجد سعيد بالتطوّر ده. بُص، الخلاصة إن الآيفون 16 Pro Max موبايل مش وِحِش، بل بالعكس هو موبايل ممتاز جدًا، مشكلته الوحيدة إن هو مُمِل أوي، مش بيقدّم حاجة كبيرة عن السنة اللي فاتت، مش بيقدّم حاجة تشدّك ليه، لدرجة إن الآيفون 16 العادي شاددني أكتر بكتير جدًا منّه السنة دي. فبصراحة اكتشفت إن أنا بارشّح لأغلب الناس يا إمّا تشتري الآيفون 16 العادي، يا إمّا لو أنت مهتم بالحاجات الاحترافية زي الكاميرا الزيادة والشاشة ال120 هرتز، يبقى استنى الجيل الجديد وهات الآيفون 17 Pro Max لمّا ينزل، لإن فعلًا أنا مش قادر أقتنع بالتطوير اللي حصل في ال16 Pro Max. كالمعتاد كان معاكم أحمد كمال، استنوني في الفيديو الجاي.